الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير يا رب إن شاء الله، وتكونوا بصحة وسعادة وهنا وسرور. أولا أشكر كل الناس اللي بعتوا لي السلام على الخاص وبعتوا لي سلام لسارة والولادي والبناتي، وربنا يبارك لي فيهم يا رب. واللي عيدوا عليا أنا بعيد عليهم هو على العام خالص، يعني للناس كلها حبايبي والمتابعين. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير حبايبي، وتكونوا بصحة يا رب إن شاء الله. طبعا ده النهاردة هنعمل الممبار، وهنعمل فتة بالخل والثوم، وهنعمل لحمة الخروف. فهتشوفوا معايا اهو ده الممبار اهو، ده حطاه في الخل والملح. طبعا هو زي الفل اهو، انا غسلاه يعني ومخليها زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا قبل ما ابتدي فيه تاني بروح حطاه في الخل وملح برضو عشان يديني ريحة حلوة وما يكونش فيه اي زفارة. انا معايا اولادي وبناتي دول بيجرفوا بشكل رهيب. طبعا دي اللحمة هنعمل منها اللحمة عشان طبعا كلها فيها دهون وكده. دي ان شاء الله هنعمل منها الشوربة بتاعت الفتة. وده العيش البلدي بتاعنا. استنى امسك بالايد التانية عشان اوريكم العيش بنعملوه ازاي. ده العيش اللي بتاعنا البلدي اللي هو دوت، هو العيش ده. طبعا انا مقطعاه بالسكينة اهو صغير خالص، وهحطه في الفرن احمسه اهو زي ما انتم شايفين، حتت صغيرة كده اهو. ده هحطه في الفرن كده في صينيه احمسه خالص. كمان ممكن تعمليه على البوتاجاز، تحمسيه على البوتاجاز بحبه زيت كده، وتحطي في طاسه كبيره كده وتروحي محمساه تقلبي فيه لحد ما كله يبقى ذهبي وحلو كده. لكن انا هحطه في الفرن. هنبتدي مع بعضنا ان شاء الله. هنحشي الممبار قدامكم، بس هحشيه بطريقه يمكن اول مره تعرفوها، دي طلب ساره بنتي يعني. واللي هنعمل اللحمه، تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. حبايبي احنا هنبدا في حشي الممبار، الحشو بتاع الممبار. طبعا انا حمست العيش زي ما انتم شايفينه كده اهو. بص ازاي محمس وذهبي حلو كده يعني اهو. تمام، هنعينه كده على جنب، وهنبتدي في حشو الممبار. طبعا اللحمه على النار سايباها تتسلق يعني. وبعد كده والرز برضو بتاع الفته برضو على النار. هنعين ده كده وهنبدا في حشو الممبار اهو زي ما انتم شايفين دوت. طبعا بعد ما حطيت له خل وملح وحكيته كويس ونضفته وجلبته وحطيت له دقيق ونضفته لتنظيفه جامده خالص. بنحب الممبار ده نخليه زي البفته كده ابيض من جوه من بره. ده الرز بقى اللي هو الحشو بتاع الممبار اللي انا قلت لكم عليه، ده من غير خلطه، من غير خلطه خالص. ده بالفلفل الاسود فقط. ده نص سلقه اهو، نص سلقه بالفلفل الاسود فقط، ملح وتوابل وفلفل اسود فقط لا غير. عشان عيالي مش بيحبوه بالخلطه، يقولوا لي يا ماما ايه يعني هتوكلونا زي الكرنب وزي محشي الفلفل والكلام ده. لا، عايزينه بالفلفل والخلطه، فلفل اسود واي بهارات عندك، واحشيه كده اهو واطيبه تطيبه حلوه. وخليكم معايا اوريكم كمان هحشيه برده اللي انا عاملاها دي برده بتاعت الحشو عشان تديني سرعه برده. وهحشيه قدامكم اهو. تعالوا معايا نحشي الممبار ونبتدي نوظف في الطبخه كلها من اولها لاخرها. بنلبس الممبار في الفتحه بتاعت ازازه البيبسي او الكولا، ونمسكها كده اهو ونحشي بالمعلقه كده عادي خالص خالص اهو، بالفلفل الاسود فقط والتوابل فقط لا غير، من غير خلطه ولا من غير اي شيء كده اهو. وننزل كده بالراحه. اسهل طريقه للحشو. وطبعا الطريقه دي بتاعت الممبار طريقه يعني بسيطه برضو من غير خلطه خالص بالفلفل الاسود. ودي عيالي مش بيحبوها غير كده يعني. ساره لما جاتني النهارده قالت لي يا ماما تعملها ليش بالخلطه، واولادي برضو نفس النظام مش بيحبوها بالخلطه. بيقولوا لي يا ماما ايه الفرق بينها ما بين المحشي، الحاجات اللي بتحشوها لنا دي، ورق العنب والكرنب والحاجات دي. لا، احنا عايزينها نحس ان احنا بناكل ممبار برز بخلطه بس. طبعا نفضل نحشي بالطريقه دي اهو، سهل جدا، ولا حته رز تنزل. بص كده اهو، تنزل كده اهو، ونفضل نحشي كده اهو لحد ما نخلص الكميه. الجزازه على الحله بتاعت الرز
والباقي من جوه ما فيش ولا نقطه رز بتنزل اهو. بيفضل الممبار نظيف زي الفل. طبعا الممبار ده طلب عبود ابن ساره، والفته طلب ساره، مع ان هي عملتها في بيتها يعني، بس عايز تاكلها من ايد مامتها اهو بالشكل ده. وننزل كده اهو اهو، كل ما تتعبى دي ننزل كده اهو لحد تحت كده اهو، ونبتدي نكمل بقيه الحشو. طريقه سهله جدا وبسيطه، وطريقه الحشو برضو مفيش من غير خلطه خالص، بس هي توابل وملح وفلفل اسود. هحشي الكميه كلها يا جماعه عشان ما اطولش عليكم بالشكل ده اهو. يعني بصي مفيش 5 ثواني وتكوني عامله وانا عاملاها كمان طويل خالص، عاملاه بطوله يعني مش مقصقصاه. يبقى لما يطيب اقطعه بالطريقه اللي انا عايزاها. احشي لكم ديه خالص واوريها لكم، بعد كده اخلص الكميه التانيه كلها، وبعد كده اجي اوريكم النهايه بتاعتها يعني. اهو تمام كده. اخلص الكميه كلها وهرجع لكم ان شاء الله. كده حبايبي خلصنا زي ما انتم شايفين كده اهي. دي الشوربه اهي، الشوربه طبعا عاملاها بالخل والثوم زي ما انتم شايفين كده. ودي الصلصه بتاعتها، ده الممبار طبعا الجميل الجميل، عاملاه عشان خاطر عبود. اللحمه اهي. طبعا دي الجراجيش اللي انا عملتها لكم. هنحط عليها الشوربه الاول، وبعد كده هنحط عليها الرز زي ما انتم شايفين كده اهو. اهي الشوربه اهي كده، نسقيها خالص بالشوربه زي ما انتم شايفين كده. لازم تبقى كلها بالشكل ده اهي. في ناس بتحب، عشان طبعا احنا محمسينها خالص كده تمام. بعد كده هنحط عليها الرز كده، هنحط الرز على الشوربه كده بعد ما حطيناها بالخل والثوم زي ما انتم شايفينها كده اهي. عشان ده مجرجش لازم يبوش في الشوربه. هنحط الرز عليهم طبعا. دي الفته ام خل وثوم، طبعا اتاجلت اهي يومين اهي بسبب ساره، عشان ساره طبعا بتحب تاكلها بين ايدي، فانا ما رضيتش اعملها لحد ما تجيني. هي جاتني يوم العيد عيدت عليا ومشيت على طول، يعني عشان معاها اصحابها وكانت في ناس جايه لها البيت
حاجات زي كده يعني ما طولتش وما كلتش كمان. فقلت لا مش هينفع. وعبود كمان طالب الممبار، لازم اعمله لهم قبل ما يمشوا وياكلوا عندي ويتبسطوا زي ما انتم شايفين كده. هخلص خالص كده، احط الرز كله. الفتة مخلل وتوم دي شيء مقدس عندنا يعني يوم في عيد الضحية. باللحمة الضاني كلها دهون وسمنية وكده يعني. طبعا اللي قلبه جامد يا جماعة يدخل بقلبه كله بحيله كله. انا قلبي جامد طبعا، انا ما باكلش اللحمة غير وهي سمينة كمان. كده حلو زي الفل اهو. تمام. هنعمل ايه بقى تاني؟ هنجيب الصلصة الحلوة الجميلة خالص دي كده اهو، وهنمشيها كده اهو على برضو دي الصلصة دي بالثوم برضو زي ما انتم شايفين كده. كده اهو تمام. طبعا احنا مش بناكل في الصينيه برضو كده. نشيل الحاجات، خد شيل الحاجات دي عبود دخلها المطبخ. خلي دي كده ونخلي المعلقه. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو. هنرص اللحمه برضو فوقيهم كده. اللي قلبه جامد يدوس يا جماعه، لازم دي عايزه القلب الجامد. ودوس يا عم الحاج. تمام كده اهو. تمام تمام تمام. نعمل ايه تاني دلوقتي؟ هنجيب الممبار. طبعا الممبار يا جماعه زي ما انت عايزه تديه كده يعني اقل حاجه دي يعني. بعد كده بتقسميه انت بالسكينه زي ما انت عايزه على قد الطلب. وبكده حبايبي عملت لكم اهي الفته والممبار زي الفل فل كمان. بألف هنا وشفا يا رب للي هيعملها. والممبار ده ما كملش حاجه معايا وتتعمل، وكله ده كله على بعضه الحمد لله سريع سريع كده اهو. يا رب ان شاء الله يعودها علينا وعليكم بخير وتستفادوا يا رب بكل شيء بنعملوه. وكل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم الايام بخير. حبيبي في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لو عجبكم الفيديو، عجبكم الطريقه وحشو الممبار والفته بالخل والثوم والحشتبكنات اللي عملناها دي، لايك وشير واشتركوا في القناه لو مش مشتركين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.